مرحبا بكم في خيمتي. بطاطا كوشة بلي بيلون دو بولي. هاد لا غوسيت كل ما نديرها نتفكر اختي العزيزه بواحد التتبيله معسله وبنينه وما تنشبعش من كثره بنتها. تبعوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. اول شيء راح نبدا نتبل الدجاج ديالي. حطيت فيه ريسيبيون ان بو دياورت ناتور مع مغرفه صغيره من العسل. نحط مغرفه تانيك صغيره من لا موطارد. حطيت الثوم اون بودر. تقدروا تستعملوا الثوم العادي سنينه ولا زوج اللي ترحيوهم. نحط الملح، الفلفل العكري، شويه من التوابل الخاصه بالدجاج، شويه من سكنجبير والفلفل الكحل. زدت شويه من زيت الزيتون ونخلط مليح لا ماريناد ديالي ونحط لي بيلون بولي ديالي يترنخوا. وتقدروا تستعملوا اي نوع اي طرف من الدجاج، يعني تقدروا ديروا الظهر ولا الصدر ولا الشيء اللي تحبوه. وراح نبدا نقلب في الدجاج ديالي بكل الجوانب باش يتشرب مليح. وراح نغطي بالبابي فيلم لو بول تاعي، نحطهم في الفريجيدير باش يتشربوا ويترنخوا هكذا كيما راكم تشوفوا. من جهه اخرى نقطع البطاطا بهذه الكيفيه ونحطها في البلاطو اللي كنت دهنته بشويه تاع الزبده، ونزيد لها رشه من الملح مع رشه من فلفل الكحل باش ما تطيبليش صامته. نستف عليها لا طوماط كوبي اون رونديل مع حبيبه صغيره تاع البصل مقطعه اون لاميل ونص حبه من الفلفل الحلو. هنا سي فاكولتاتيف 3 وريقات من الرند وغصن من الزعتره. ونستف لي بيلون بولي تاوعي مع وهذيك لا ماريناد اللي تبقى لي نزيدها ونزيد لها واحد الكاس تاع الماء نفرغها في الجنب تاع البلاطو ونشمخ البابي كويسون ونغلف مليح هذاك البلاطو تاعي ونزيد نغطيهم بالبابي الومنيوم. الكوشه تاعي هنايا راهي سخونه نحطها طيب على درجه حراره 200 درجه ونخليها حتى طيب. نتاكد كي نشوف الدجاج تاعي طاب والبطاطا تاعي بخلها طياب. نحي لهم البابي كويسون والبابي الومنيوم ونشعل عليها من الفوق باش الدجاج يتحمر وكلش يتعسل. نقدمها هكذا كما راكم تشوفوا مع رشه تاع المعدنوس واستمتعوا لي بالبنه. نقول لكم سيوها بهذه الطريقه اكيد راح تعجبكم. في الاخير ما تنساوش تخليو ان كومونتير يفرحني ويشجعني وابونيو.